اليوم في قاعة المحكمة كان هنالك من بين المتهمين صحفية، واليوم نقابة الصحفيين كانت متواجدة في باب البنات وأكثر من مطلب حذامي صار اليوم الصباح. أول حاجة محمد باش نخلي قضية أنستالينغو في جهة والمتهمون والمتهمات في قضية أنستالينغو في جهة، وسأتحدث عن زميلتي شاذل حاج مبارك. هي صحفية تونسية محترفة، جرمها الوحيد اللي قامت به أنها كانت تشتغل صلب يعني وسيلة إعلامية أو بوات برودكسيون كما هو معلوم. لهنا فما ملاحظة ربما يقولوا هذا تضامن قطاعي وتتضامن معها لأنها زميلتها. احنا عمرنا ما ندافع على حتى مجرم، لكن الصحافة ليست جريمة. شاذل حاج مبارك لم تقم بأي جريمة، هي ليست متآمرة، والدليل الحكم الابتدائي في حقها هو 5 سنوات، قضت منه تقريبا نصف المدة، 1.5 عام وهي موقوفة على نفس ذات القضية. أيضا سنذكر بالحالة الصحية لصحفية شاذل حاج مبارك اللي تعاني من عدة أمراض، طبعا نطلب لها الشفاء شفاء عاجلا. وفما ملاحظة بالله أسوقها، ولهنا مانيش باش نكون محايدة باعتباري صحفية تونسية. انتم كأجهزة الدولة ما عرفتوش أنه المؤسسة الإعلامية تلك المسماة بأنستالينغو تمثل خطر وتتجسس على أمن الدولة؟ كيف تطالبون من صحفية تخدم في خدمتها أنها تكون على علم بكل هذه الجرائم اللي قاعدة تصير؟ هي فقط صحفية كانت مهمتها انها تكتب وتنقل اخبار وتوصل الرسالة الصحفية على اتم وجه، وبالتالي نتمنى كل الامنيات اليوم انه تتمتع شاذل حاج مبارك كما ينص القانون، راه مش على راسها ريشه خاطرها زميلتي، لا هي تتوفر فيها كل الشروط حتى يتم السماح لها بالمحاكمة او السراح الشرطي وتكمل المحاكمة نتاعها في حالة سراح. والمطالب نتاع نقابة الصحفيين اليوم تعلقت بشنو؟ نفس هذه المطالب انا تبنيتها، وكان لي حوار اليوم الصباح مع نقيب الصحفيين ونقلت كل المطالب نتاع نقابة الصحفيين. تطالب بالسراح الشرطي في حق زميلة شاذل حاج مبارك لأن القانون التونسي كما فسرت لك محمد يسمح لها.